السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا الأعزاء. مستر فلاح يحييكم عبر صفحة وقناة بيان طقس المغرب. إن شاء الله في هذه النشرة سنحاول التطرق إلى تطورات طقس بلادنا بخصوص هذا الأسبوع 9 دجنبر 2024. إذا كما أشرنا في نشرة البارحة أن بلادنا غتكون تحت تأثير منخفض أو حوض علوي الآن متمركز على المناطق البحر الأبيض المتوسط، بالضبط في مركز أو وسط إيطاليا. وهذا جزء من أطرافه أو السحب الممطرة اللي كتهم على أوروبا الغربية. غتكون لينا، غتعطينا واحد منخفض سطحي وصراحة منخفض أو حوض علوي بالأحرى إلا بغينا نسميه حوض علوي. لاحظ، حوض علوي غيكون التأثير ديالو على مناطق الشمال الغربي للبلاد. إذا نلاحظوا منخفض سطحي، التأثير كيبقى في المناطق الساحلية، لكن سنخوض يعني في المناطق المعنية. بلاتي يا أصدقاء أنه هذا إذا كما كيبان لكم في جويل الأربعاء مركز تأثير في الطبقة ديال 700 هكتو باسكال، أي واحد 3 كيلومتر من سطح الأرض. كيبان مركز الاضطراب، كيجيب لنا كتل هوائية ذات مصدر يعني خصائص قطبية كما كيبان في خريطة ديال 700 هكتو باسكال ديال الرياح في 700 هكتو باسكال. إذا لاحظوا الأصدقاء أن تأثير المنخفض غيعطي يعني تساقطات مطرية مرتقبة في المناطق الشمال الغربية، لكن سيناريوهات عديدة يعني ممكن تبدل في قادم الساعات كما أشرت في النشرة التحليلية ديال البارح. لأن لاحظوا مناطق التأثير ما بين طنجة الجديدة، المناطق الداخلية بشكل أقل. بلاتي الأصدقاء زربت شوية، لاحظوا الخريطة ما بين طنجة الجديدة وبعد زوال الأربعاء كيبان تأثير غيهم سايس تقريبا. الريف الشرقي الناظور بدرجة أقل المناطق الداخلية ديال الشاوية يعني كدكالة تبقى نوعا ما ضعيفة إلى معتدلة محليا. التساقطات أي الطابع الرعدي ما كاينش في هذا التساقطات. كانت السيناريوهات اللي القبلية كانت قبل عاطية تساقطات ثلجية بتوغل المنخفض، لكن السيناريوهات الآنية بدات كتعطي سيناريوهات صراحة محتشمة. ونتمنى إن شاء الله المخرجات المقبلة أو الواقع يكون أفضل من ناحية التأثير ديال هذا المنخفض أو هذا الحوض العلوي. لاحظوا التأثير. ما غنقولش المناطق المعنية بحكم ممكن تبدل الكثير في 48 ساعة المقبلة. الأهم بالنسبة لي أنا اللي مؤكد أن غتكون تنزيل برودة جد محسوسة، ونتكلم بالخصوص على درجة حرارة يعني ما بين 0 درجة إلى -5 درجات مئوية تحت الصفر. كما كيبان لكم هنايا في المرتفعات ديال آزيلال بني بلال، مرتفعات أيضا تينغير ميدلت، مرتفعات بولمان الحاجب صفرو، مرتفعات خنيفرة أيضا. يعني هاد الأقاليم كاملة تازة، هاد الأقاليم ديال فيكيك مرتفعات الحسيمة، مرتفعات شفشاون درجة حرارة منخفضة. الأصدقاء إفران ما نساوش تاسيس درجة حرارة منخفضة جد محسوسة ومرتقبة بالأرصاد الوطنية. تصدر نشر إنذاري مستوى برتقالي على هذه الأقاليم المعنية بالأصفار هنايا. سيتم يعني رفع اليقظة إلى مستوى البرتقالي في يوم الثلاثاء والأربعاء بخصوص هذه البرودة الجد محسوسة. المرتقب تكون تحت المعدلات وفق النماذج، مخرجات النماذج العالمية. إذا أصدقاء غنشارك معكم بعض التراكمات ديال التساقطات باش يبان لكم سيناريوهات ما من نموذج ونموذج. وكما قلت العامل الأساسي اللي كيتحكم في بعد القدرة الله عز وجل هو التيارات النفاثة. التيارات النفاثة هي اللي كتعطي توغل أكثر للاضطراب، بحكم أن ليس هناك أي بلوكاج في الطبقات السفلى وليس هناك بلوكاج في الطبقات العليا. الأمر مرهون بقوة التيارات النفاثة بتوغلها أكثر جنوبا. كل ما هذا التيار النفاث هذا، سأقوم بالرسم لكي تفهموني أصدقاء. لاحظوا التيار النفاث اللي دايز في هذه الأجواء هنايا، كل ما هبط أكثر جنوبا كل ما أعطى فرصة أكثر لتقعر الاضطراب من أجواء أكثر، وبالتالي غيدخل الاضطراب الأجواء يعني أكثر يعني داخليا، وبالتالي غنشهدوا مناطق أوسع من ناحية الهطول المطري. إذا
هادشي اللي كيبان ليا من ناحية يعني يعني الفاكتور أو العامل اللي ممكن يأثر في المنظومة الجوية بدخول اضطراب أو لا. بالنسبة لهبات الرياح، مرتقبة تكون هبات رياح قوية، تقريبا مستوى أصفار على الساحل ما بين الصاورة حتى للداخلة، وأيضا المناطق الداخلية لقلميم ودنون، بالضبط جنوب قلميم وشمال أقل من الجنوبية، مع تطاير بعض الغبار يعني المحلي. يعني هادشي اللي كاين، خصوصا هاد الهبات تكون يوم الثلاثاء، ممكن تبقى حتى يوم الأربعاء أعتقد، بعد زوال الأربعاء. نعم مازال بقات بعد زوال الأربعاء حتى يوم الخميس، لا نقصت يوم الخميس. في تحسن. بغيت نوريكم التراكمات، تراكم الأمطار بالنسبة لكل نموذج ثم ننهي النشرة. إذن لاحظوا معي التراكمات أصدقاء. التراكمات، تراكم حسب كل نموذج. إذا غنمشيو ناخدو من هاد الليلة هادي حتى لنهاية الأسبوع. شوفوا التأثير جد جد محدود في يعني نتحدث بالخصوص على من هنا حتى السبت التأثير غيكون على السواحل حسب النموذج الأمريكي. الشريط الساحلي من طنجة ومناطق الداخلية نسبيا حتى الصاورة. حسب الأوروبي يرى يعني التأثير غيكون في الشمال الغربي، وغيكون قوي في أقصى الشمال الغربي بخصوص طنجة أصيلة وفحص أنجرة، وممكن توغل وارد على شمال فاس سايس فاس مكناس، والكميات ضعيفة على الناظور والريف الشرقي. وقطرات غتمر غدا الاثنين على سحب عابرة على مناطق الشمال الشرقية، ممكن تعطي بعض القطرات على وجدة. مهم هادشي اللي كيبان. نشوفو بالنسبة للألماني، الألماني عاطي نفس السيناريو نوعا ما ديال الأوروبي، بالتالي نتمنوا النعمة في المحيط يعني الأطلسي تدخل أكثر وتوغل إلى أجواء البلاد ديالنا، ونتمنوا سيناريوهات تكون صالح أجواء المملكة. إذا الأصدقاء، الأهم من هذه النشرة هو أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا مع هذه البرودة هذه. الناس اللي غيسافروا مع عطل، حذري من نزلات البرد. أيضا حتى في الضباب اللي كيكون في الصباح الباكر، الناس ياخذوا احتياطاتهم. نشوفوا المناطق اللي ممكن يكون فيها تكون الضباب مع هذه الأجواء هذه، بحكم ما عندناش شي ضغط جوي جد منخفض اللي يغير لنا الأجواء. ما زلنا في الأجواء ديال الضغط الجوي المرتفع، خصوصا هذه الليلة هذه في المناطق ديال المناطق الداخلية ديال الغرب. أيضا هذا المحور من فاس حتى لشيشاوة كامل وضبابة كيبان، وأيضا متفرق على المناطق ديال أقاليم جرادة وفيكي. كيبان ضبابة متكررة ومترددة في طيلة الليل والصباح الباكر. نعم أيضا على مرتفعات يعني الأطلس المتوسط، خصوصا هنايا في بولمان، ما بين بولمان وميدلت، أيضا في خنيفرة والنواحي، هنا في الخميسات والضباب، يعني وصقيع مع درجة حرارة جد منخفضة. لقاء يعني هذا هما الظواهر، الأهم ظواهر في هذا الأسبوع. كاين تطورات في نهاية الأسبوع في أفق يعني 15 دجنبر، الأحد والاثنين كاين واحد السيناريو ديال صعود الكتل الهوائية رطبة، يعني دارت دورة، غدير دورة نوريها لكم بالزربة الأصدقاء. الكتل الهوائية غضرب واحد الدورة من المحيط الأطلسي وتدخل من المناطق الجنوبية وفوق. نتحدث بالخصوص، شوفوا هنايا، فوالا كما كيبان لكم هنايا حوض علوي كيتمركز هنايا في الكناري. غيدور لنا هذه الكتل الهوائيه الرطبه داخل المحيط الاطلسي، يدورهم الاقاليم الجنوبيه في يوم الاحد والاثنين. ممكن تعطي سيناريوهات افضل في الافق. اذا مازال يعني ما نقدروش نيأسوا ولا نقولوا ما كاين شيء. ما ممكن تطورات، تطور الأحسن إن شاء الله في قادم النشرات. إذن دعواتكم ربي يرحمنا، فالأجواء محتاجة للتساقطات المطرية، الوضع المائي والفلاحي في أمس الحاجة للتساقطات. إذن إخوتي الكرام، بداية أسبوع موفقة وتحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.